الصيف جه والمفروض بقى نبقى رجاله. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الشباب اللي خلاص المدارس قربت تخلص وامتحاناته خلاص بتفنش، ايه اللي المفروض نعمله؟ المفروض ان احنا بننزل نشتغل بقى، خلاص احنا عندنا 15 سنه و16 سنه. يلا بينا نجرب الاحساس بالمسؤوليه، يلا بينا نجرب ان احنا نبقى مسؤولين عن نفسنا ونشتغل، ولما نشتغل ما نصرفش فلوسنا على حاجات ملهاش لازمه. يلا بينا نجرب ان احنا لما نشتغل يجي علينا السنه الدراسيه اللي بعدها ان اساعد امي او اساعد ابويا واجيب حاجتي انا. ويا سلام بقى بعد ما اخلص شغل او لما اقبض كل اخر اسبوع، ان انا اول ما اروح اول حاجه اعملها ان اجيب حاجه لامي. يا سلام، احساس رائع. جربوا، جربوا تبقوا رجاله، جربوا احساس المسؤوليه كده واحساس الرجوله، احساس رائع ان انت تبقى راجل وان انا بقيت مسؤول وان انا بقى معايا فلوس. بس بشرط عشان تعمل اللي انا بقوله ما تصرفش فلوسك على حاجات ملهاش لازمه. حدد هدفك وقول انت عايز ايه. انا عايز اخر الصيف اعمل كذا 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 كذا، وخلي ده هدف قدامك وهتعمله. وخليك فاكر ان قلت لك كل قبض بتقبضه اول حاجه تعملها تجيب حاجه لامك. وابوك برضو ما قلناش حاجه، بس الام برضو بيبقى ايه، ليها حته كده على جنب. طبعا احنا عارفين الكلام ده. راضي امك اول ما تقبض، شوف الدعاء اللي هتدعيه لك، وجرب تبقى مسؤول في البيت، وجرب تبقى مسؤول عن نفسك. احساس المسؤوليه والرجوله رائع، جربوا.